بمقر عمالة إقليم طنطان جرى توزيع معدات وتجهيزات لفائدة مراكز اجتماعية وصحية وتعليمية تابعة للقطاعات الشريكة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار مختلف برامج المبادرة. وتندرج هذه العملية في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2024 على مستوى الإقليم، والهادفة إلى تحسين ظروف العيش في المناطق الهشة وتعزيز الرأسمال البشري ومكافحة الفقر والهشاشة وتعزيز التماسك الاجتماعي، وكذا الاستثمار في الطفولة المبكرة ودعم التمدرس والعناية بصحة الأم والطفل. هذه المبادرة نثمنها لأنها ستغني معدات مؤسسة المتنبي وستمكن الأساتذة المؤطرين في مختلف الورشات من تحسين أدائهم بهذه المؤسسة وتطوير مهاراتهم. كما نعلم فإن الوسيلة هي بطبيعة الحال تساعد في الارتقاء بالفعل التربوي والتنشيط. المبادرة نشتغل عليها نحن في قطاع التربية الوطنية في إطار البرنامج الرابع من خارطة الطريق الذي يعنى بالحياة المدرسية والأنشطة الموازية. وتم بالمناسبة عرض شريط مؤسساتي حول انطلاق الأشغال المتعلقة بمشروع تأهيل قاعة التعقيم بالمركب الجراحي لجناح الأمومة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطنطان. تم اليوم تنظيم حفل توزيع المعدات والتجهيزات المقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة القطاعات الشريكة للمبادرة، والبالغ عددها 13 مشروعا، تهدف بالأساس إلى تزويد ساكنة العالم القروي والكسابة بالماء الشروب، ودعم النساء في وضعية صعبة، ودعم صحة الأم والطفل، وكذا دعم التفتح الأدبي والفني لدى الأطفال والشباب. وترمي هذه المشاريع التي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبالغ عددها 13 مشروعا لفائدة القطاعات الشريكة للمبادرة، ترمي بالأساس إلى تزويد ساكنة العالم القروي والكسابة بالماء الصالح للشرب، ودعم النساء في وضعية صعبة، وكذا دعم صحة الأم والطفل، ودعم التفتح الأدبي والفني لدى الأطفال والشباب.